السلام عليكم متابعي برنامج بالعربية في قناة لافوانيت. أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء في السنغال، يقدمه لكم عبد العزيز جوب. عالم الثقافة في حداد. أما الإعلان صباح اليوم عن وفاة ممثلة تاتا مريم منجور التي لعبت أدوار متعددة في مسلسلات مثل بلمير، ما غراند فامي، إيدول وفيرجين. واجه المجتمع المدني والأحزاب السياسية الصحافة اليوم للتنديد بسلوك نظام ماكي-سال. إنهم ينددون بالظلم والعدالة الانتقائية وانتهاك الحقوق والحريات في أعقاب حظر التظاهرات المتعددة واعتقال جي ماري سانيا وغيرها. ويخططون لتنظيم مظاهرة وطنية كبرى يوم الجمعة 15 أكتوبر تشرين الأول 2020 في الساعة 3 مساء في دكار. استغل عثمان سونكو زيارته إلى زيغنشور للقيام بالعديد من الأنشطة، وكانت قافلته يوم الثلاثاء في وئام مع السكان. نظم زعيم بستيف ظهر اليوم عقب مؤتمره الصحفي حول روايته للاشتباكات بين نشطائه ونشطاء دودوكا. نظم قافلة في شوارع زيغنشور كمقياس يدقق في تطور تصنيفها للثقة أو الشعبية بين السكان. على أي حال، أبرم عثمان سونكو اتفاقا مع السكان الذين خرجوا بشكل جماعي لمدة 5 دورات على مدار ساعة عبر شوارع سينتا بوتشورا بزيغنشور. لم يقلق المدرب السنغال أليو سيسي بشأن خصمه التالي في الدور الثالث بعد أن أصبح فريقه أول من تأهل إلى تصفيات كأس العالم 2022. وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة سئل مدرب السنغال عن خصمه المجهول التالي ويجيب قائلا: أعتقد أن جميع المباريات صعبة وأن السنغال مستعدة للعب مع أي فريق طالما أن لاعبين يلعبون بالصفات التي نعرفها بقيمتها الحقيقية، فلا داعي للخوف من أي فريق. نهاية الموجز، والسلام عليكم ورحمة الله.